أنا اسمي ساهر، ويمكن دي أول مرة أتكلم فيها بصدق ومن غير ما أهرب من نفسي. طول عمري شايل جوايا سر ثقيل، سر كل ما أحاول أنساه يرجع يخنقني من جديد زي نار مستخبية تحت رماد، أول ما تهدى شوية ترجع تولع أقوى من الأول. يمكن الناس لما تسمع حكايتي تكرهني، ويمكن تشوف إني خنت الأمانة وبعت أقرب الناس لوا، وأنا والله ما أقدر ألوم حد لأني فعلا غلط، وغلطتي كانت أكبر من أي حادة كانت متخيلها. بس اللي ما حد يعرفه إن الإنسان ساعات بيقع خطوة صغيرة وهو فأكر إنه يقدر يرجع وقت ما يحب، وفجأة يلاقي نفسه غرقان للنهاية ومش عارف حتى يطلع نفسه. الحكاية بدأت من زمان قوي، من وأنا طفل صغير ما العرفش من الدنيا غير حضن أمي وصوتها وهي بتناديني. أمي ماتت وأنا لسم يدوب بعرف أنطق كلمة ماما، وبعدها الدنيا كلها اسودت في وشي. أبويا اتجوز بسرعة وداب ست اسمها نعمة. الست دي من أول يوم دخلت البيت وأنا حسيت إني حمل ثقيل عليها، أو يمكن عدو لازم تتخلص منه. كانت قاسية بشكل يخوف، تزعق لي طول اليوم، تضربني، تهيني، وتشتكي مني لأبويا في كل صغيرة وكبيرة. ولو قلت إني دعان تقول لي: كل يا روح أمك وأبوك شقيان عليك. ولو لعبت شوية تقول: عليا فاشل وقليل الأدب. وأبويا كان رادل غلبان، طول النهار في الشغل، يرجع تعبان ومهدود، وأول ما يدخل نعمات تستقبله بالشكاوى: ابنك عمل، ابنك كسر، ابنك سرق، ابنك تخينق. فكان يطلع غله فيا بالحزام من غير حتى ما يسمعني. كانت كل ليلة أنام وأنا حاسس إن مليش حد في الدنيا، لا حضن، لا أمان، لا حتى كلمة حلوة، لحد ما ربنا بعت لي خالي. خالي كان دزار معروف في السوق، رادل الناس كلها تعمل له ألف حساب، طويل وعريض وصوته دهوري، لكن قلبه أبيض بشكل غريب. شافني مرة في الشارع ووشي متعلم من الضرب، وقفني وقال: مين اللي عامل فيك كده يا واد؟ وقتها انفجرت وعيطت لأول مرة قدام حد، وحكيت له كل حاجة، ما نسيش ولا كلمة. خدني من أيدي وراح على بيتنا، وخبط الباب بعنف، وأول ما أبويا فتح قال له: أنا دي أخد ابن أختي يعيش معاي، الحتة اللي من أختي مش هسيبها تضيع وسطكم. وبعدها بص لنعمات بنظرة كلها احتقار وقال: كفاية اللي شافه لحد كده. ومن اليوم ده حياتي اتقلب. دخلت بيت خالي وحسيت لأول مرة إن لي قيمة. البيت كان كبير ونظيف وهادي، مختلف عن أي مكان شفته قبل كده. وأول ما دخلت شفت سهام مرات خالي، والله العظيم كانت ست ملفتة بشكل غريب. أي حد يشوفها يقول دي ست من طبقة تاني، مش مرات دزار في منطقة شعبية. لبسها شيك، راحتها حلوة، كلامها ناعم، وكل حاجة فيها كانت تخطف العين. بس وقتها أنا كانت صغير، عمري ما فكرت فيها بأي طريقة وحشة. خالي كان بيعشقها بدنون، رغم أنهم ما خلفوش، عمره ما فكر يتدوز عليها. كان دايما يقول: أنا لو لي نصيب في طفل يبقى منها هي. ولأنه ما كانش عنده عيال، حبني بشكل كبير، علمني الشغل، دخلني المدرسة، ونزلني معاه المحل. كان يقول لي: أنت ابني اللي ربنا ما رزقنيش بيه، وأنا حبيته من قلبي. كبرت شوي، وبقيت أساعده في المحل بدد. بقيت أعشق شغل الدزارة، راحة المحل، صوت السكاكين، الزباين، وكل تفصيلة فيه. كانت بحس إن المحل ده روح خالي نفسها. لكن مع الوقت حاجات غريبة بدأت تحصل. سهام بدأت تتغير معاي. دقة تدخل عالية الأوضة وأنا بغير هدامي، تضحك بطريقة غريبة، تلمس كتفي أو وشي وهي بتتكلم. في الأول كانت بقول لنفسي إنها طيبة أو بتعاملني زي ابنها، لكن الموضوع زاد عن حده. كانت تبصلي بنظرات تخلي جسمي يتدمد، وتقرب مني زيادة عن اللزوم. وأنا كنت ضعيف، كنت شاب صغير محروم من الحنان طول عمري، وفجأة لقيت ست جميلة واثقة من نفسها بتقرب مني بالطريقة دي. كانت بحاول أهرب منها، أتجنبها، أنزل المحل بدري، أرجع متأخر، لكنها كانت كل يوم تقرب أكثر، لحد الليلة اللي ضيعتني. خالي كان مسافر الصعيد يجيب شغل، وأنا ردعت البيت تعبان وهلكان. أول ما دخلت لقيت الشقة ظلمة شوية، وريحتها بخور وعطر بشكل غريب. ولسه داخل أوضتي سمعت سهام بتناديني بصوت متوتر: ساهر، تعال بسرعة. دخلت أوضتها لقيتها قاعدة على السرير، وشكلها غريب.
قالت إنها تعبانة وحست إنها بتموت. خوفت عليها وقلت هجيب دكتور، لكنها قامت وقربت مني وقالت كلام عمري ما هنساه. قالت إن خالي بقي رادل بالاسم، وإنها محرومة ووحيدة. أنا اتصمت وحاولت أخرج، لكنها هددتني. قالت إنها لو صرخت الناس كلها هتصدقها هي، وهتقول إني حاولت أعتدي عليها في غياب خالي. في اللحظة دي حسيت إني محاصر. خوفت، ضعفت، والشيطان كمل الباقي. ومن الليلة دي دخلت في طريق أسود. بقينا نقابل بعض في السر، وهي كل يوم تسيطر عليا أكثر، مرة بالدلع، ومرة بالتهديد، ومرة بالخوف. كانت كل ليلة أقول لنفسي دي آخر مرة، لكني ما أكنتش بعرفي أبعد. 6 سنين كاملة وأنا عايش في الحرام، شايل ذنب بيقطعني من دوايا. كانت أبص لخالي وهو بيضحك لي أو يقول للناس ساهر دهي ابني وسندي، وأحس إني أوطى مخلوق على وش الأرض. كل مرة كان يطبطب عليا فيها كانت أحس بسكينة بتتغرز في قلبي. لكن رغم كل ده كان دوايا أمل صغير، أمل إني أتغير. ولحد ما شفت مريم كانت بنت محترمة وهادية. أول ما شوفتها حسيت إن ربنا بعت لي فرصة أخيرة. حبيتها من أول نظرة، وحسيت إني عايز أتوب بجد، أدوز، أعيش طبيعي، وأدفن الماضي. ولما كلمت خالي في الموضوع فرح بشكل خلاني أعيت من دوايا. حضني وقال أخيرا هفرح بك يا ابني. لكن السهام أوي ما عرفت وشها أتغير. دقة تبسلي بكره وتقول لي أنت ملكي، لو فكرت تتجاوزه فضحك. ومن يومها بدأت التهديدات. مرة تقول إنها هتقول لخالي الحقيقة، ومرة تقول إنها هتقول للناس إني أنا اللي أغويتها، ومرة تهددني بالسجن. بقيت عايش في رعب، لا قادر أكمل معاها ولا قادر أهرب منها، لحد اليوم اللي حياتي كلها انتهت فيه. اليوم ده كان خالي مسافر، وسهام رتبت كل حاجة علشان نبقى لوحدنا. وأنا والله العظيم كانت معاها غصب عني، عقلي كله كان مع مريم، وقلبي بيتمنى أهرب. وفجأة سمعنا صوت مفتاح بيل في الباب. قلبي وقف. خالي دخل شاف أقرب 2 لي في الدنيا بيخنوه على سريره. عمري ما هنسى نظرته، ما كانش فيها غضب قد ما كان فيها ودع وانكسار. بصلي بعين مكسورة وقال ليها يا ابني، وبعدها حط يده على قلبه ووقع. في لحظة واحدة الراجل اللي انقذني ورباني وشالني من الضياع مات بسببي. ومن يومها وأنا ميت دوايا. الناس كلها كانت بتعزيني وأنا شايف نفسي قاتلة، لكن الصدمة الأكبر كانت سهاما، ولا كأن حادث حصلت، بالعكس قتلي. دلوقتي بقينا أحرار. وقتها بس فهمت أن الست دي ما عندهاش قلب. حاولت أهرب منها، لكنها فضلت تهددني، تقول إنها هتلبسني قتل، أو تفضحني قدام الناس، أو تدمر حياتي كلها. بقيت عايشة في سجن الذنب والخوف. كل يوم أنزل محل خالي، أشوف صورته، أسمع الناس تترحم عليه، وأحس إن المكان كله بيقول لي خونتني ليه يا ساهر. والله العظيم تعبت من نفسي ومن خوفي ومن الذنب اللي بيأكلني كل يوم. نفسي أرجع الزمن دقيقة واحدة، دقيقة بس. كانت ههرب من البيت الليلة دي، كانت هقول لخالي الحقيقة، كانت هعمل أي حاجة غير اللي حصل. بس خلاص، الإنسان ساعات بيفكر إن الغلط سهل، وإنه يقدر يتوب وقت ما يحب. لكن الحقيقة إن بعض الغلطات لما تدخلها بتعيش عمرك كله تدفع ثمنها. ودي كانت حكايتي، الحكاية اللي هفضل شايلها دوايا لحد آخر يوم في عمري.